اسهل طريقه تجيب بيها 30 قطه البيت. يا جدي انا اتعاركت مع ابويا وامي يا جدي. اتعاركت مع ابوك وامك ليه يا حفيدي؟ انا علمتك كده يا حفيدي؟ اهم حاجه رضا الوالدين يا حفيدي. كل ده يا جدي عشان مش عايزين نجيب قطه البيت. عندهم حق يا حفيدي، ما انت عارف ان القطط غداره بتاكل وتنكر يا حفيدي. يعني ايه يا جدي بتاكل وتنكر؟ مش فاهم. يعني يا حفيدي القطة دي بعد لما تأكلها ممكن تخربشك في ايدك وفي رجلك يا حفيدي، عشان قطة غدارة. لكن الكلب كلب وافي. خلاص يا جدي انا مش عايز قطة. وبعدين بقى في المشكلة دي لازم انا اشوف حل. ده ابويا وامي وجدي مش موافقين على القطة. لازم انا اشوف حل. جات لي فكرة. هو انا ما حكيتلكش على اللي حصل يا جدي؟ حصل ايه يا حفيدي؟ خير احكي. امبارح يا جدي كنت قاعد نفس القعده دي ورا سريرك ده، ببص كده لقيت في حاجه بتسوسو و وتنونو اصوات غريبه يا جدي كده ورا السرير عندك. ببص لقيت في فار يا جدي، فار. نهار اسود، انت بتتكلم بجد يا حفيدي؟ فار ورا السرير هنا؟ مش كده وبس يا جدي، ده شكله فار نداية ووالد عيال صغيرين كده، والعيال كلها قد كده يا جدي، والعيال دي لو كبرت هتبهدلنا وهتاكل البيت يا جدي. وكمان ده شكله فار صهيوني، ده فار صهيوني يا جدي، احنا لازم ما نسكتش على الفار ده. كمان فار صهيوني يا حفيدي؟ اتصل بجدك. بجدك مين؟ اتصل بعمك، قول له جيب 30 قط ذكر من البلد وهو جاي علينا بسرعه يا حفيدي. طيب ورضا الوالدين يا جدي؟ ورضا ابويا وامي فين؟ الله يخرب بيت ابوك ويخرب بيت امك يا حفيدي، على يخرب بيت الوالدين. كلم عمك بسرعه، قول له يجيب 30 قط ذكر من البلد لحد ما اشوف الفار ده. حاضر يا جدي، هكلم عمي وهنجيبوا 30 قطه البيت هنا. 5 عليا. جزء بضرب الجزم.